الغلو في الدين لحد التطرف كارثه، والتسفيه والتشكيك في ثوابت العقيده والرسل والصحابه والرموز الدينيه كارثه اكبر. اهلا بكم في سيلفي تيوب. مصر عندها اكبر عدد ملحدين في الوطن العربي للاسف. العوامل اللي بتأدي ده كتير، منها التشتت اللي بنشوفه في الاعلام اليومين دول. يعني لما الاقي واحد بيلقب الامام احمد بن حنبل بحماده ويقول ان حديث مسلم والبخاري غلط ويجب حرقهم، احرقوا الكتب دي، ده غير الكلام على ربنا. ربنا مش بيسهل بعد كده على فكره، لان هو ملوش دعوه خالص باللي احنا عملناه في نفسينا. بس ده مش معناه ان الاسلام خرج عن الدين، لا 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 لا، حتى اسالوا ابونا. اسلام بحيري كل اللي بيعمله انه بيطعن في كتب التراث، لكن لا زال بيؤمن بالقران. يعني هو لسه في الخطوه الاولانيه، لما ينقل الخطوه الثانيه راح هنسقف له ان شاء الله. لازم ناخد بالنا من الخطاب الديني في مصر. ما ينفعش الناس بره تشوف يا اسلام يكن يا اسلام البحيري، ونلاقي جرايد لناس محترمه مكتوب فيها لماذا طلق النبي 26 مره؟ لا تصنعوا من ابنائكم عقبه بن نافع. فنوصل للملحد اللي شايفينه اليومين دول لا يؤمن الا بما يراه بسبب التشويش اللي موجود اليومين دول. انا ملحد، انا ما بؤمنش غير باللي بشوفه قدامي، وشايف ان في ديانات كتير زي الاسلام مثلا سبب العنف اللي في العالم. تصدق صح، المسلمين سبب العنف في العالم. طيب قول لي مين اللي اشعل الحرب العالميه الاولى؟ طب الثانيه مسلمين؟ طيب مين اللي قتل 20 مليون نفس من سكان استراليا الاصليين؟ المسلمين؟ بلاش، قول لي مين اللي ضرب هيروشيما وناجازاكي بالنووي؟ مسلمين؟ طيب قول لي مين اللي قتل اكتر من 50 مليون من الهنود الحمر في امريكا الجنوبيه وضعفهم في امريكا الشماليه؟ المسلمين؟ الجرائم الفرديه في العالم ما تخليش حد عاقل يقول الاسلام هو المسؤول. وبالنسبه لنظريه انا لا اؤمن الا بما اراه، قول لي هي الشمس بتنور ازاي؟ بتنور طبيعي. واللمبه؟ مالها اللمبه؟ ايوه بتنور ازاي يعني؟ الكهرباء طبعا. شفتها؟ لا طبعا، اشوفها ازاي؟ في حد يشوف الكهرباء؟ يعني انت مؤمن ان في كهرباء مع انك ما شفتهاش، ومش مؤمن ان في ربنا عشان ما شفتوش. غريبه دي. ها؟ ولو الموضوع بالرؤيه كان اجدادك فضلوا يعبدوا هبل لحد يومنا هذا، ما هو مرمي طول النهار قدامهم. رساله الحلقه للازهر والكنيسه والاعلام، الخطاب الديني محتاج مراجعه شويه. وليك انت ما تجادلش الملحد، حاول بس تفهمه. انما لو دخل معاك في سكه جدل وتشكيك ابعد عنه وانت الشهادتين وادعي له بالهدايه. اشوفكم الحلقه الجايه.